مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسالة أمنية. فريق البرنامج يحط الرحال اليوم في ولاية قابس وبالتحديد من أمام الميناء التجاري بقابس، وين باش نواكبوا الأحداث والتطورات مع أعوان وإطارات الديوانة في الميناء. نشاهد. كي تحكينا على مكتب الحراسة بميناء قابس. مرحبا بكم. قبل كل شيء ميناء قابس راكم تشوفوا فيه هذا النقطة هذه اللي احنا متواجدين فيها، هي تعتبر باب رئيسي لدخول وخروج كل بضاعة تدخل وتخرج امبور اكسبور. المطلوب هو الميزان الصحيح، الوزن. تبعث لنا كل كاميون يجي معاه بونو نتاعها ونعملوا في الاخر توتال. عندنا مثال 3080 لهنا طرناطة، يلزم ما يفوتهمش حسب الديكلاراسيون، حسب نوعية الديكلاراسيون يلزم لا يفوتهم لا أقل منهم، فهمتني؟ يلزم 3080 3080. احنا هنا قاعدين نحسبوا لهنا في الاخر نعملوا كونفورم وكل شيء. اذا كان اقل فيه مخالفه واذا كان اكثر فيه مخالفه، فهمتني؟ نرفعها للاداره نتاعنا والاداره نتاعنا تقوم بالاجراءات مع ربان الباخره. هنا الباب هذا هو المنبع الرئيسي للبرد، تفتيش كل الحاويات كل السيارات اللي داخله وخارجه. معناها خدمه جباره تتطلب كفاءه، تتطلب مجهود بدني. خدمه ثم خدمه برد قابس فيه خدمه بهي خدمه. سي فتحي الوكيل الاول للديوانه بميناء قابس، تو احنا قدام البوابه الرئيسيه كي نحكيو اكثر باش ندخلوا مع بعضنا للميناء الداخل. باهي ساعة قبل كل شيء مرحبا بكم. هل شفتوا قبل كل شيء العمل اللي يقوم به العوان الفرقة التجارية بميناء قابس غنوش من تفتيش ومراقبة الأمتعة. توا باش ندخلوا الميناء الداخل باش نزيدوا نشوفوا شنو الأعمال اللي يقوم بها عون الديوان من حراسة ومن تفتيش ومن مراقبة، فهمتني؟ يعني عمل كامل بالنسبة للديوانة. عمل عون الديوانة في بالميناء باش نشوفوه الداخل على عين المكان. نمشيو بعضنا. تفضل مرحبا بكم. ماشي. الوكيل البلعزي كان نحكيو توا احنا داخل في الميناء، كان نحكيو على البتو هذا وتحكينا على الحراسة اللي تقوموا بها. والله فيما يخص الحراسة اللي نقوم بها هي حراسة بالتداول بين أعوان الديوانة على الباخرة. تصير على الباخرة حين وصولها هنا على الكي، ترصي على الكي، تكون دائما في حراسة بالتداول على حسب النوبات. كل نوبة يكونوا زوز أعوان حراسة لهنا. الأعوان هذم لحماية الباخرة من أجسام غريبة، مثال الكلونديستان اللي نقولوا احنا بلغتنا الحراقة. تصير ساعات يكونوا جماعة يتسللوا من هنا كما تشوف انت البورت، معنا فيه جوانب كبيرة وكل شيء، ينجم يجي ويتسلل ويحرق. احنا هذاك هنا للتصدي للظاهرة هذه اولا، حتى افراغ الباخرة كامل الشحنة متاعها تنجم تكون 10 ايام، تنجم تكون جمعة هي والطوناج اللي باش تجيبها، فهمتني؟ وهي البقاء متاعها لهنا تكون ديوانة موجودة على عين المكان كما شفتوا كما لقيتونا لهنا، زوز اعوان ديما بالتداول. وهذيك هي الخدمة الديوانة لهنا على الكيل هنا على الرصيف. باهي سي فتحي، بالنسبة لميناء قابس غنوش وانتم كديوانة يعني جاء في المنطقة الصناعية نتاع قابس، يعني جروب شيميك، وتوا قاعدين نشموا في رائحة الغازات معناها من المعامل هذوما، كيفاش تنجموا تتعاملوا معاهم؟ يعني غازات سامة وقوية برشا. والله انت هاك جيت ربع ساعة لاحظتها. احنا لهنا انا شوف قدام عندنا ثم اللي عنده 6 و7 سنين وكل شيء، وثم اللي عنده اكثر واقل، فهمتني؟ هي منطقة صناعية، المنطقة الصناعية معروفة بالتلوث، قابس معروفة بالتلوث، هذا منبع التلوث. احنا نعيشوا فيه ظروف صعيبة وقاسية، فهمتني؟ ممكن احنا ولينا كان يدروغي يظهر من هنا يموت، فهمت؟ ما الروائح اللي نشموا فيها لهنا هي روائح شنو؟ شيميك كلها، روائح كريهة. صدقني واحد تبش متاعها الحوايج متاعه الكومبا هذه كي تروح بها الدار تولي ريحتها نتنا، بما ان لهنا موجودين. يعني صادق سي فتحي، بالحق احنا نشموا في ريحه تو سامه يعني قويه برشا، وهذا الكل ما ثماش البخاره. اليوم انتم محظوظين اللي ما ثماش بابور بخاره لهنا. اذا كان ثم بابور بخاره تشوفوا التلوث بأتم معنى الكلمه. هي البخاره البخاره هي الصفر اللي نقولوا فيه، الصفر الاكيد هي اللي يجي امبورتي، يجيب الجروب شيميك امبورتي باش يصنع بيه دي بي، باش يصنع بيه هو مشترك، فهمتني؟
هو عنصر مشترك في كل حاجه يصنعها الجروب شيميك. البخاره هي عنصر ضروري لهنا. اما اليوم ما ثماش بابور بخاره، ممكن بقل تلوث، لكن التلوث يبقى ديما تلوث، ونعيشوا واش تحب. احنا نساهموا كديوانه، نساهموا في الاقتصاد التونسي، نساهموا نضحوا بالسامنه، نضحوا بنفسنا، نضحوا بصحتنا. صحتنا تشوف فيها كذا معناها فراجيل الواحد. ساعات واحد يتكسر كل بالله الساقه، صدقني. ساعات تصير كاله هنا واحد يتكسر العظم يتكسر وكاني بربريز نتاع سياره يمشي. ما هذا ما التلوث هذا، وبالعكس نساهم. التلوث يضرب في العظام نجم نقولوا، وفيه اضرار كبيره. يضرب في العظام مباشره، وفيها اضرار كبيره على الصحه، على صحتنا، خاصة عوان الديوانة لهنا قاعدين نعانوا ونقوموا بتضحيات، ولكن ان شاء الله ينظروا لنا كإدارة وكدولة، خاصة في بورت قابس لهنا يلزم تحسينات ويلزم حوافز لعوان الديوانة بكل صراحة. يلزم حوافز على الأقل، على الأقل على الأقل على الأقل. أبسط حاجة نطالبها احنا هي منح التلوث هذه، ما ناخذوش فيها. الكل اللي بيرسونال كله هنا في بورت قابس ياخذوا في منحة التلوث، الا احنا ما ناخذوش فيها منحة التلوث لهنا. فهمتني؟ ثم منحة ما ناخذوش فيها. علاش؟ الله اعلم. الى يومنا هذا ما خذيناهاش. ان شاء الله ضمن برنامج رساله امنيه اللي تواكب في الديوانه، عمل الديوانه في ميناء قابس غنوش، ان شاء الله توصل الرساله نتاعك توصل للكل. ان شاء الله احنا عندنا الثقه في وسائل الاعلام وفي قناتكم الجنوبيه، ان شاء الله عن طريقها هي ان شاء الله تكون صوتنا وصل، وان شاء الله ترجعوا لنا مره اخرى تلقونا في ظروف احسن من احنا فيها تو ان شاء الله. يعني بالحق سي فتحي نبني على كلامك، يعني عامل كبير وعامل قوي لهنا من الغازات السامه قاعدين نشموا فيها توا في ميناء قابس غنوش. غازات سامه، اصيد، امونياك، غاز، فهمتي، بجميع انواعه. كلها هذه المنبع هذه لهنا، ولكن الله غالب هو منبع. حتى منفس يقل شويه، نحس في روحي حتى في المنفس يقل شويه من الغاز. حتى من صوت كيغيد يطيح لك الشارج والريزو في نفس الوقت. ساعات البشر يطيح على الشارج والريزو، تعرف احنا نقول التليفون يطيح على الشارج والريزو، احنا هم اللي يطيح لنا الشارج والريزو ساعات في نفس الوقت. اما معناها ان شاء الله نكملوا بقدر ربي باش نواصلوا في البرنامج هذا، ان شاء الله نوصلوا المعلومه نتاعكم ان شاء الله بقدر ربي. ان شاء الله عن طريقكم انتم، كما قلنا عندنا فيكم الثقه وفي وسائل الاعلام، ومرحبا بكم يا اخويا لهنا. انا جيتوا على غفله وشفتوا على الحاله اللي نعيشوها، وان شاء الله توصلوا لنا صوتنا. نوصلوا العمل نتاعنا. عمل سي فتحي مرحبا بكم، احنا على ذمتكم هنا. بارك الله فيك سي فتحي. تو احنا ورانا الميناء قابس غنوش، كانت توضح لنا اكثر شنو الخدمه نتاع الميناء هذا. بالنسبه للميناء قابس بحكم قربه من المجمع الكيميائي التونسي، بطبيعه العمل نتاع الميناء بالنسبه لعوان الديوان معناتها مراقبه للكل اللي يتصدر واللي نستوردوه. بطبيعه العمق الميناء يساهم في دخول تقريبا حوالي 421 باخره في السنه. البواخر الميناء هذا عنده ميزه خاصه، كل باخره معناتها الميزه نتاعها معناتها بالنسبه عندنا الغاز، عندنا الامونياك، عندنا الشعير، عندنا البخاره، عندنا السودا، عندنا كل باخره متميزه ببضاعه معينه. بالطبيعه عندنا بضائع تجينا من الخارج نستوردوها، ثم وعندنا بضائع نصدروها مربوطين ببعضهم، على خاطر كما الامونياك تجينا ماده الامونياك باش تخدم بها تخدم خدمه اخرى باش تتصدر بضاعه اخرى. فهمتني؟ بحكم الميناء شاسع وكبير، اعوان الديوانه يقوموا بالحراسه نتاع الميناء ليلا نهارا، من عديد التجاوزات، من مثلا الكلوندستان، من التجاوزات معناتها اللي باش تصير، حراسه البواخر كبواخر معناتها نعسوا عليها باش ما تصيرلهاش تفتيش. بالطبيعه هذيك التفتيش البواخر يصير قبل دوب عندها حلول الباخره، يصير تفتيش الباخره وتامينها وحراستها من جديد.
تعطينا معلومه على البطو اللي جاي هذا اللي جاب الرخام. الباخره هذه باخره تركيه، والشركه في المنطقه الصناعيه في جابس. الماده تسمى بالرخام السائب، تستعمل في الكارلاج نتاع البيوت والمنازل. نقوموا توا بحراستها ونراقبوا عملية التفريغ نتاعها منذ الرسوم نتاعها منذ أمس إلى حين إتمام العملية. يعني ما الحراسة نتاعكم لين تكمل تفريغ السلعة؟ إلى حين انتهاء المهمة من تفريغ اللي تقوم بها شركة تاع شحن وترصيف قاطنة بميناء جابس. بالنسبة لإحنا لقينا العوامل يعني هنا بحذاكم منطقة صناعية نتاع جابس، يعني الهوية نجم نقولوا أثر فينا شوية كفريق التقني نتاع البرنامج، وكان أنتم يعني الديوانة كيفاش تشوف العمل هذايا في أجواء ميناء جابس؟ هو عامل صحيح ملوث، ولكن هذيك خدمتنا بالنسبة كسلك وكأعوان ديوانة. ماذا بينا نلقوا حل في التلوث هذايا، وتشوف لنا الإدارة شنو الطرق اللي نجموا نخدموا بها ونضمنوا سير حسن العمل. يعني سي عز الدين خلينا ناخذ معك الكلمة، أنت ما فماش يعني معدات تستعملوهم باش تقلوا من ظاهرة التلوث ومن ظاهرة الأضرار اللي تنجم تصيبكم في التلوث هذا؟ والله احنا حاليا ما عندناش حتى شيء، ما عندناش حاجات واقع، ما عدا انه نتناولوا بزايد حليب وكهو. أنا الرائد عصام مزريق رئيس المكتب الجهوي للديوانة باش يعطي توضيحات على أعمال الديوانة في ولاية جابس. والله بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، وهذه فرصة طيبة أنا اللي جيتونا للجابس ونصور شفتوا مع الزملاء معنا في المكتب الحدودي، شفتوا مع الزملاء زاد في الحراسة والتفتيشات. بالنسبة لنا احنا الموضوع اللي تحب تحكي فيه بالذات هو موضوع المؤسسات المصدرة. جابس معروفة بالمؤسسات المصدرة اللي تعاطى في الفلاحة الجيوحرارية، خاصة في إنتاج الطماطم تاع الحامة. ممكن حاجة يجهلوها العديد من الناس، معناها مطلوبة في دول عديدة في العالم أجمع، وفي دول غنية يعني مش الدول الكل اللي تنجم تستورد الطماطم نتاعنا. المؤسسات هذه مؤسسات يعني مصدرة كليا تحت الرقابة الديوانية، تتعامل مع المكتب الجهوي للديوانة. الحمد لله معناها منذ مدة، وكنا احنا معناها رايدين في مجال ان نعاونوا المؤسسات هذه ونقفوا معها عند يكون عندها مشاكل، ونسهلوا لها الصعوبات كلها ونذللوا لها على اساس معناها تنمية الاستثمار في الجهة في الموضوع هذا في مواضيع اخرى، لكن خاصة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا اكثرها معناها في انتاج طماطم. فهمت. وكمكتب جهوي معناها يهتم بمواضيع اخرى معناها بخلاف معناها المؤسسات المصدره، يعني عندنا زاد تسريح السيارات، عندنا زاد بالنسبه للنزاعات يعني المحاضر اللي يقوموا بها زملائنا معناها في الحراسه والتفتيشات، جينا اللي نحن بعد باش ننظروا فيها باش نصالحوا اللي ممكن نصلح فيها ونحيلوا للمحاكم المختصه اللي ممكن احالتها للمحاكم. هذا معناها النشاط تاع المكتب الجهوي لديوان بجابس. احنا توا في ميناء جابس غنوش ومعنا سيد العقيد سي عبد العزيز عبود باش يحكي لنا على عمل الديوانه في الميناء، وهو كرئيس المكتب الحدودي بالديوانه بميناء جابس غنوش. سي عبد العزيز مرحبا بك. مرحبا بكم في ميناء جابس، مرحبا بالجنوبيه. بالنسبه لميناء جابس كما شفتوا كما تقريبا صورته، هو ميناء معناها من اكبر الموانئ بالجمهوريه التونسيه، والنشاط نتاعو معناها في سنه 2013 عمل حوالي 3 ملايين طن بين توريد وتصدير، مقسمه تقريبا 1650 طن توريد، بل 1,650,000 طن توريد و1,350,000 طن تصدير. وميناء جابس يعتبر من اكبر الموانئ الموجوده في الجمهوريه التونسيه. يعني سيد العقيد هذا نشاط الميناء في جابس يعني. هذا من سنه 73 من اقدم الموانئ في الجمهوريه التونسيه بالطبيعه.
يعني النشاط نتاعو كبير برشا. كبير ومازال الاستيعاب نتاعها مازال تقبل اكثر من الموجود حاليا، باعتبار ان تيران دو نتاع من اكبر الموانئ في الجمهوريه، ومازال ينجم يستوعب حتى طاقه الاستيعاب نتاعها مازال ما كملتش. سي عبد العزيز كي تحكينا على الظروف الامنيه في ميناء جابس غنوش. الظروف الامنيه الحمد لله متوفره بالتنسيق مع الزملاء في الشرطه والحرس وكذلك اداره الميناء. ثم دوريات طاقه ليليه منتظمه دوريه حتى ساعات طاقه مرتين ثلاثه في الليله، اللي ان شاء الله باش نوريهم بعد بخطر ربي. ان شاء الله فهمتها كما صورتوها. والحمد لله الامن في ميناء جابس مستتب، وان شاء الله اذا ما كان خير ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للعوامل يعني العوامل المناخيه في الميناء هذا، يعني بجنبه كما نقولوا منطقه صناعيه جروب شيميك، كي تحكينا على الظروف في العمل في الميناء هذا بالنسبه للعوامل في جابس. صحيح الظروف المناخيه صعبه شويه باعتبار تواجد الميناء في وسط المنطقه الصناعيه محيطه به المعامل الملوثه من كل جهه، وهذه سببت لنا في مشكله. حتى العوان اللي يجي جابس في صحيح بده يجري على النقله بيحب يخرج، وظروف صعبه. ان شاء الله على كل حال انا نحاولوا نتاقلموا معها، وان شاء الله توصل باش ينقص لنا التلوث هذايا ان شاء الله، خاصه المجمع الكيميائي يسعى باش يحاول ينقص لنا من التلوث هذايا اللي يهم المنطقه ككل ويهم العاملين في الميناء بصفه خاصه. سي عادل تلمودي مرحبا بك. عايشك مرحبا. يعني كي تحكي لنا شنو هي العمليه هذه بالضبط؟ هذه عملية تسمى عملية تفريغ الباخرة، يعني فما سلعة نعبوها وفما سلعة نفرغوها، هذه من نوعية السلعة اللي نفرغوها. العملية هذه كما تشوف توا معناها تمت معناها مش يعني بالرافعة نتاع الباخرة، هذه معناها الرافعة نتاع الميناء، فهمتني؟ اللي هي معناها بالمداولة يقولها للقرية. وهذه تشوف فيها هذه يسموها القرفة، يعني الغرافة بلغتنا الدارجة. هذه هي اللي تم معناها تفريغ السلعة. بالنسبة للمادة هذه شنو المادة هذه شنو بالضبط؟ هذه المادة مادة لليمين تستوردها كالسياف عندنا احنا في الميناء هذا، معنا الشركة الوحيدة اللي تستورد السلعة هي السياف، يعملوا منها الفليور المواد الأولية نتاع الألمنيوم حاجة زيك. كتدخلنا من جاي المادة هذه يعني من البلاد؟ والله بالضبط بالتحديد ما نعرفش، ما عنديش فكره واضحه. يقولوا كل مره من شيره حسب المارشيات اللي ياخذوا فيها، وتبقى اسرار عند الشركات هذه ما تنجمش نفهموها بالكدا. احنا مسؤولين على السلعه على سلامتها في تفريخها وفي عبايتها وتسيير نظام العمل، نحافظوا على الباخره نتاع اللي جايه، نحافظوا على سلعه الكليون، ومتواجدين 24/24. معناها البورت نتاع جابس يخدم معناها من يعني من 6 نتاع الصباح حتى ل 6 نتاع الصباح موجود، والعمليه الشحن ولا التفريغ ديما متواصله. وهكي الميزه يمتاز بها بورت جابس يعني عن جميع الموانئ الاخرى. الموانئ الاخرى نتصور معناها يخدموا في 3 بوست، هي نخدموا في 4 بوست. بالنسبه للماكينه هذه يعني اللي يشوف فيها السفره شنو هي بالضبط؟ هذا السيستم هذا يقولوا له معناها مصب، هذا يحافظ معناها على السلعه على الكي باش السلعه ما تكبش ياسر في الكي، تبدا حساسه والا ما معناها ما تمسخش بالتراب، ولا بعض يعني السلع الاخرى تكون معناها في كاس خير، معناها كي طابت على المصب هذايا فهمتني تعبى طول على الواحد، تحافظوا على نظافتها. 8 متاع الليل مازلنا مواصلين العمل مع ديوانة الميناء التجاري بجابس. تو باش نقوموا بدوريه مشاركه مع شرطه الحدود باش نحكيو مع سي فتحي رئيس الفرقه باش يوضح لنا اكثر على الدوريه هذه. سي فتحي كان تعطينا توضيح على الدوريه هذه. والله هي دورية هذه عادية ودورية روتينية معناتها نقوموا بها كل ليلة، معناتها أوقات مختلفة، معناتها تنجم تكون 3 مرات 4 مرات حسب الظروف. نقوموا بدورية في الميناء معناتها باش نشوفوا معناتها فماش تجاوزات، فماش حاجة هكا خارجة على المألوف، ونخدموا خدمتنا. يعني سي فتحي الدوريه هذه تشمل كان الميناء، خارج الميناء ما نجموش ندوروا في خارج الميناء. ديما الدوريات وعملنا بصفه عامه داخل الميناء، ديما العمل نتاعنا يكون ديما داخل الميناء. تو نشوف الاولاد متابعينك يعني حاضرين، كيفاش يكون معناها تنسيق بينك وبينهم؟
بالطبيعه التنسيق ديما هما قبل كل شيء نحسبهم اولادنا معناتها ونتفاهموا بجميع الوسائل معناتها وفما تجاوب ما بيناتنا فهمتني، ومع زملائنا زاد شرطه الميناء ثم تنسيق ومعناتها ونحاولوا ديما باش نقدموا مادام ثم تنسيق تكون النتيجه ديما باهيه ان شاء الله. نتوكلوا على ربي. مرحبا بكم تفضلوا. عايش. وصلنا للدورية مع ديوانة الميناء اللي بجابس والحرس الوطني بدورية مشتركة إلى الطريق الروماني في آخر الميناء التابع لميناء جابس. كما قاعدين نشوفوا ميناء جابس متخلين له ورانا، هذه الميناء التجاري بجابس. ايوه بعدها سي فتحي رئيس الفرقة تابع للديوانة باش يزيد يفهمنا أكثر على الدورية هذه بالضبط، وين وصلنا بالضبط، شنو هي معناها الحملة المشتركة بينهم بين الحرس. بالطبيعه احنا في اطار الحمله هذه نقوموا بالدوريه هذه المشتركه بيننا وبين شرطه الميناء، وبطبيعتهم وخيالنا الحرس البحري يساعدوا فينا في الدوريه هذه، ونفس الاتجاه ونفس العمل اللي نقوموا به من اجل حمايه الميناء وحمايه المكان هذا بصفه عامه. يعني سي فتحي نشوف فيك انت والاولاد تاع الحرس وتاع ديوانه تقوموا بالاجراءات يعني في التفتيش وتقوموا بالحمله هذه، يعني تشوف حمله موسعه وكبيره برشا باش تحميوا الظاهره من الحراقه كما نقولوا، باش يحرقوا باش يطلعوا البطو، هذا هو يعني. ونظرا لعدة ظروف منها ظروف البلاد معناتها نحاولوا باش نسقوا ما بين بعض الصورات الثلاثه الموجودين في الميناء فهمتني، باش نجموا نكتشفوا معناتها الشيء قبل ما فهمتني. يعني يعطيكم الصحة، طقس بارد برشا، انتم مواصلين في العمل ومازلتوا تجادوا. هذاك واجبنا ومشكورين انتم زاد صرتوا معنا ليله باش تنجموا تواكبوا الحمله هذه نتاعنا. يعني هذا هو برنامج الرسالة الأمنية باش يوصل الرسالة نتاعكم لكافة المشاهدين. نجم نقولوا العمل نتاعكم بس للمشاهد باش يشوف شنو هي عمل الديوانة، عمل الحرس الوطني وكافة الأسلاك يعني الأمنية. بالطبيعة هي جميع الأسلاك الأمنية تعمل في صمت، وماذا بينا احنا بالصدفه الغالب جيتوا وانتم ما نجمناش، اما ديما راهو العمل نتاعنا يقوم على ديما حمايه الاقتصاد، حمايه البلاد، ونحاولوا باش نتوصلوا للشيء هذا. بعد ما عدينا أكثر من 12 ساعة في ميناء التجاري بجابس مع الديوانة الوطنية التونسية، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج رسالة أمنية. إن شاء الله رسالتنا وصلت اليوم إلى كافة المشاهدين. ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.